انفجرت سيارة مفخخة اليوم الثلاثاء بقضاء دجلة بمدينة دياربكر ذات الغالبية الكردية جنوب شرق تركيا. وذكرت وكالة أناضول للأنباء القريبة من الحكومة بأن التفجير نفذ عن بعد أدى إلى إصابة 8 أشخاص بينهم شرطيين 2 وصفت إصابة أحدهم بالحرجة. وكشفت وسائل إعلام تركية أن التفجير وقع أثناء مرور دورية للشرطة في مدخل مدينة دجلة، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية حتى الآن. كما وصل اليوم الثلاثاء لمدينة عفرين التابعة للإدارة الذاتية الديمقراطية شمال سوريا وريف الشهباء الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية قسد 883 نازحا من مناطق الباب ومنبج وجرابلس بالريف الحلبي، الفارين من هول الاشتباكات الدائرة بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة ومقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية داعش في مناطق منبج والباب ومدينة جرابلس الحدودية مع تركيا. وأعلنت الكتلة الكردية في اتحاد الديمقراطيين استقالتهم من الأمانة والمنسقيات للاتحاد في الداخل والخارج رسميا، ردا على التصريحات التي أطلقها رئيس الاتحاد ميشيل كيلو بحق الشعب الكردي، مؤكدين بالقول إن الذين حرفوا مسار الاتحاد هم ميشيل كيلو وعبد الباري عثمان خدمة للنظام ولتفكيك هذه الكتلة التي كانت تضم حسب وصفهم كافة المكونات السورية. وبدوره أرسل السكرتير العام للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور جنجي طالباني 17 طنا من المساعدات الدوائية والغذائية من مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق إلى مدينة كوباني عين العرب في بادرة هي الثانية من نوعها نتيجة الحصار المفروض على مدن ومناطق الإدارة الذاتية من قبل حكومة أنقرة ومسلحي تنظيم الدولة الإسلامية داعش منذ ما يقرب 6 سنوات. ومن جهة أخرى كشفت جمعيات حقوق الإنسان في كردستان إيران حصيلة المعتقلين السياسيين في السجون الإيرانية مؤكدة أن قرابة نصفهم من الكرد. وذكرت الجمعية خلال مؤتمر مناهضة أحكام الإعدام في جنيف وجود 1500 سجين سياسي في المعتقلات الإيرانية 500 منهم من الكرد، مضيفة عن معظم المعتقلين السياسيين في إيران أنهم محكومون بالإعدام شنقا حتى الموت بتهمة معاداة الله. وبحسب التقارير الصحفية الواردة فالأمم المتحدة ومنظمات حقوقية تنتقد حملات الإعدام التي تنفذها حكومة طهران لا سيما بحق السياسيين الكرد. لامار أركندي، خاص بريس 23.